تعالوا نشاهد هذه فتاة مسلمة إيغورية، ويجبرونها على الزواج بهذا الشاب الصيني. أدي مسلمة تغتصب وعمل لها حفل زفاف، وهي تبكي وتقول: يا أبي، يا أمي، يا أبتاه، يا أماه، أين أنتم؟ أنتم في معسكرة الاعتقال. لا أحد من أقاربها حاضر، العائلة كلها أخذوها إلى معسكرة الاعتقال. الصين اعتقلت ملايين المسلمين رجالا ونساء، والأطفال طبعا في صور لو عرضناها ممكن اليوتيوب يحجب الفيديو. يعني أطفال جرى أخذهم، و10 أطفال بيناموا على السرير. تعالوا نشاهد هذا الأبلغ رد عليهم على هؤلاء الكاذبين. 我想把这段视频呢，我想用维语，因为我爸妈不会汉语，我想用维语表达他们这么多年对我的养育之恩。阿爸，你们能推我的菜肴，真的不知道我做了什么样的阿爸。 Bu yıl ben 26 yaş kırdım. Muş yıllardan birisi cebatat beni birden muş hata خوش خلقنا رحمة الله. نحن في النهاية بنقول وحججاه. دي خريطة الدولة الأموية حضراتكم التي فتحت تركستان الشرقية. جيوش المسلمين التي أرسلتها الدولة الأموية وأرسلها والي العراق الحجاج بن يوسف الثقفي رحمه الله، هو الذي فتح تركستان الشرقية كاشغر الموجودة اليوم. ثم يخرج الجهلة يتطاولون على سيدنا الحجاج بن يوسف الثقفي، وهذا التابعي الجليل من أحسن حفاظ القرآن الكريم ومن أكثر من نشر القرآن الكريم، وهو اللي عمل تنقيط للمصحف. وبعدين ناخذ بالدعاية السبائية ضده. ولولا وقفة الحجاج لهؤلاء لما قطعوا المصحف إربا إربا، ولما انتشر الإسلام هذا يعني بهذا المنظر. آخر ما وصلت إليه جيوش المسلمين من يوم الحجاج إلى يومنا هذا. فالحجاج رحمه الله أرسل الجيوش، فتحت طبعا أوزبكستان، وأرسل الجيوش فتحت أفغانستان، وفتحت قرغيزيا، وأرسلها فتحت أجزاء من كازاخستان، وأرسل الجيوش فتحت كاشغر اللي هي داخل الصين لتركستان الشرقية اليوم. طبعا الجيوش دي كانت بقيادة قتيبة بن مسلم الباهلي، بس مين رئيسه اللي بيحضر له الجنود والأموال ويعطي الأوامر؟ سيدنا الحجاج بن يوسف الثقفي رحمه الله. وهو نفسه الحجاج رحمه الله اللي أرسل جيوش لباكستان، وهذه الجيوش حتى توغلت في ما يعرف بالهند الآن، وأرسل أسطول بحري للمشاركة في الحصار من البحر، يعني كإمداد يعني بالطعام وكذا. فكل هذا ما فعله الحجاج. فنحن نقول وحججاه رحم الله الحجاج بن يوسف الثقفي، ورحم الله الدولة الأموية، رحم الله بني أمية. أين الحجاج؟ لو كان في الحجاج كنا في المهانة، لو في بني أمية كنا في هذه المهانة. ما احنا ربنا غضبان علينا. والله لن تقوم لأمة الإسلام قائمة إلا إذا أعادوا الاعتبار لسيدنا معاوية ولابنه يزيد ولكل خلفاء بني أمية العظام الكرام. أرجو مشاهدينا أن تكون الصورة قد وضحت. وفي الختام هنا كتاب الدولة الأموية دولة الفتوحات الإسلامية. أرجو الاستماع إلى هذا الكتاب. وهنا في رزوات على اليوتيوب أرجو مشاهدتها. أسفل الفيديو رابط صفحات على الفيسبوك وتويتر، ورابط قناة على التليجرام. أرجو الاشتراك في القناة. هنا قناة فيديوهات الوثائقيات التاريخية، أرجو أن تشاهدوها الأمات في مجال التاريخ. أرجو منكم الاشتراك في القناة بالضغط على هذا الزر. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.